العراقي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا مرحبا بكم هنا في منافسات اليوم الأول من الجولة 18 من دور النجوم. هنا في منافسة مشاهدينا الكرام بين أندية الدوري، تعود عجلة الدوري من جديد وفي منافسة مستمرة وتحدي كبير. وفي هذا اليوم الذي يشهد مباراتين انطلقت في تمام الساعة الثالثة، والآن تنطلق مباراتين هنا بين دهوك صاحب الملعب وفريق نادي الموصل الضيف، والذي يتخذ من هذا الملعب ملعبا افتراضيا لاستضافة المنافسات ولاستضافة الأندية في دور النجوم. هنا وفي ملعب دهوك، نادي دهوك في المركز التاسع يدخل اليوم ب 26 نقطة أمام نادي الموصل صاحب 18 نقطة بالمركز السادس عشر. يسعى الموصل يسعى للارتقاء في جدول الترتيب والابتعاد عن زحمة البقاء والهبوط وعن قاع الدوري، بينما نادي دهوك أيضا الذي يسعى لمواصلة المسير الجيد ويستذكر ويستحضر الروح التي ظهر بها في الموسم الماضي عندما توج ببطولة دوري أندية الخليج وبطولة الكأس على حساب زاخو. فريق نادي الموصل اليوم بثاني مباريات المدرب الأردني هيثم شبول بحراسة المرمى مهدي هاشم إلى جانب علي لطيف ومحمد معن، رامي الوصماني، جوسن ميدراندا وبشيرو عمر، إلى جانب اللاعب باقر عطوان وأكرم رحيم، والوافد الجديد الألماني روبرت باور وإبراهيم غازي، وأخيرا علاء الدين الدالي. فريق نادي دهوك يدخل اليوم بحراسة المرمى علي ياسين، إلى جانب المدافع خادم رسول، حمود مشعان، خالد كرادوغلي، سيابند عقيد، أندري آلان، أحمد عادل، صفاء هادي وبيتر غوركيس، إلى جانب يوسف بن سودا، والوافد الجديد محمد داوود القادم من نادي الشرطة وصاحب الهدف الوحيد في هذا الموسم مع القيثارة. من هناك المدرب الإسرائيلي مدرب المنتخب الوطني جراهام أرنولد من هناك يحضر ويتواجد في هذا اللقاء وينظر، الرجل الذي تابع خاصة الفترة الأخيرة الكثير من المباريات في منافسات الدوري وحضر في عديد المباريات، يعاين ويتابع. نتمنى كل التوفيق للمدرب جراهام أرنولد ومنتخبنا الوطني في خضم منافسات الملحق العالمي إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام والمتابعين، نعود إلى لقاء تاريخيا يجمع الفريقين، آخر لقاء في موسم 2010-2011 تاريخيا يتفوق الموصل، وبجميع المباريات التي جمعت الفريقين سنتحدث ونبحر بالإرشيف بالأرقام. من هناك طاقم التحكيم بقيادة الدكتور أحمد كاظم، يساعد كل من واثق محمد وعلي فاضل، وحكما رابعا محمد كامل. مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، وأيضا حكما للفار من هناك محمد أو عصام فاضل. مشاهدينا الكرام والمتابعين، انطلقت صافرة أحمد كاظم معينة عن انطلاقة هذا اللقاء، عن انطلاقة هذا الصدام الكبير بين الفريقين، أيضا ديربي يعتبر من دربيات الشمال باعتبار أن المسافة ما بين الموصل ودهوك هي أكثر من ساعة تقريبا، مسافة مقارنة طبعا قريبة جدا مقارنة ببعد نادي الموصل عن المحافظات البقية في الفرات الأوسط وفي عاصمة بغداد خاصة. وبالتالي نادي الموصل اختار ملعب دهوك ميدانا لاستضافة الخصوم والمنافسين في منافسات الدوري. يعود بعد 14 سنة، يعود بعد غياب نسور الحدباء، يعودون من جديد وأمام صقور الجبال في صدام هنا في ميدان ملعب دهوك. هذا الميدان الذي في الموسم الماضي كان ملعبا معقدا على المنافسين وعلى الخصوم وعلى من نافس وتحدى فريق نادي دهوك في منافسات بطولة الدوري أو في منافسات بطولة الأندية الخليجية وبطولة الكأس، البطولتين التي توج بهما الفريق الأصفر بطلا ومتسلطنا في منصات التتويج. من هناك عبد الغني شهد في المباراة رقم 15 هذا الموسم، ترسل كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك عن طريق
بيتر جورجيس صاحب ال9 أهداف يسعى نعم للتألق، يسعى لمواصلة هذا الأداء المميز، وبالتالي يحضر اليوم جراهام أرنولد لمتابعة أيضا اللاعبين، وخاصة هذا اللاعب الذي يقدم عروض جيدة جدا. هيثم شبول مسيرة جيدة مع بطولة طبعا في أندية الدوري، مع فريق نادي الشرطة عمل كمساعد في 3 فترات، مدربا لنفط ميسان، أيضا مدربا لنادي الديوانية، والآن مدربا لنادي الموصل في ثاني مبارياته. خسر في المباراة الماضية أمام نوروز، ويسعى للظهور وتناسي ما حدث وللنهوض بواقع نادي الموصل. الرجل الذي تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب جاسب سلطان، الرجل الذي قفز بنادي الموصل إلى دور النجوم وعاد بهم نعم إلى دور الأضواء. عودة إلى الأمام على اليسار لمصلحة نادي الموصل الذي يسعى يفتش عن تحقيق الانتصار. نادي الموصل نعم مشاهدينا الكرام، آخر انتصار لفريق نادي الموصل يعود للجولة 15 قبل جولتين، والانتصار على نادي القاسم بثلاثية مقابل هدفين. كرة لخارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية جانبية، من هناك سياباندا عقيد، ومن هناك أيضا الوافد الجديد روبرت باور القادم من الملاعب التايلاندية ومن بوابة نادي بوريرام التايلاندي الذي يعتبر من أكبر الأندية التي تنافس هناك في الدوري التايلاندي. رمية جانبية، روبرت باور تلعب إلى الأمام لمصلحة نادي الموصل داخل منطقة الجزاء، محاولة ولكن تدخل من هناك من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب، المطالبة بركلة جزاء، ولكن خادم رسول يتدخل ويبعد الكرة الماضية. نعم مشاهدينا الكرام، في ترقب وفي حذر من لاعبي الفريقين مشاهدينا الكرام، لأننا على أعتاب الدخول إلى الجولة 19 والجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، وبالتالي الأندية التي تتأخر بالنقاط، تتأخر بحصد الانتصارات، تتأخر وتتواجد في قاع الترتيب تريد النهوض، والمرحلة تدخل في مرحلة الخطر. نعم في مرحلة الخطر التي تصل بهم إلى مباريات الملحق، إلى مباريات الهبوط. والكرة على مشارف الجزاء، تمريرة لمصلحة رامي الوسماني، يحاول رامي بعرضية، محاولة على اليسار ولكن متابعة من جانب الدفاع وعلاء الدين الدالي، والمتابعة من هناك من جانب الدفاعات. كرة من هناك إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة هذا هو روبرت قادم من بوريرام، كانت له تجربة في الملاعب الألمانية مع نادي إنجولو ليشتات ونادي فيردر بريمان ونادي نور نوبرغ، وأيضا في الملاعب العربية من بوابة الطائي السعودي. ذهب واحترف هناك نعم كمشاركة وكاحتراف في الملاعب العربية، الآن في محطة أولى هنا في بلاد الرافدين لهذا اللاعب، ومن بوابة صقور الجبال بطل الكأس في الموسم الماضي وبطولة أندية الخليج. عودة إلى الأمام، تمريرة، عملية الاستلام إلى الأمام، محاولة عن طريق علاء الدين الدالي لم يصل للمبتغى، والتمرير بمتابعة حمود مشعان. عودة من جديد، وأيضا الغاني أو السنغالي خادم رسول يبعد الكرة من جديد. رغبة كبيرة للفريقين، خاصة نادي الموصل الذي اعتاد على اللعب في هذا الملعب، وأيضا جماهيره كما ذكرنا. عندما نذكر المسافة بين المحافظتين بالتأكيد هذا ما يصب لصالح الأندية أو الجماهير التي تحضر لمؤازرة الفريق في هذه المباراة. عودة للأمام، سقوط من أمام بيتر، سقوط للاعب بشير عمر، الغاني يسقط بينما يهاجم صقور الجبال، وعلى اليمين العرضية الراسية، الله الله الله، وبأول لمسات محمد داود وبأول محاولاته مع صقور الجبال من القيثارة بدأت المسيرة، من القيثارة نعم بدأت المسيرة الحافلة والكبيرة لهذا اللاعب الذي توج ببطولة الدوري 3 مرات مع نادي الشرطة وبطولة السوبر. يسعى لكتابة التاريخ مع نادي هوك في محطة جديدة لهذا اللاعب. هو أيضا نعم كانت له مشاركات وكانت له محطات
أيضا مع أندية بطولة الدوري، خاصة مع نادي النفط، والانطلاقة الكبيرة كانت من هناك مع فريق نادي النفط. تحدث عن لاعب محمد داود، نعم انطلق نادي النفط بعدها الشرطة ومثل نادي النجف في موسم، ثم عاد للقيثارة بطولة الدوري 3 مرات، مرتين منها على التوالي، وبطولة السوبر مرة واحدة. عودة من جديد على اليسار لمصلحة عناصر نادي هوك، محاولة المرور ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب الدفاع. خالد كاراتوغلي من هناك، وأيضا اليمان لاعب أكرم رحيم يحاول في الكرة الماضية. عودة من جديد، تحولت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة عناصر نادي الموصل في وسط الميدان. نادي الموصل أيضا اليوم يعتبر كما ذكرنا بأنه يلعب في ميدانه، ولكن الأفضلية بالتأكيد ونادي أدهوك هو المضيف، وأمام أنصار وجماهير الأغلبية هناك، وأمام هذا الرجل نعم المدرب القدير المدرب عبد الغني الشهد، وفي ثاني محطاته هذا الموسم بعد تدريبه لنادي الزوراء. يكمل هذا الموسم بتدريبه لنادي هوك 14 مباراة حتى الآن لعبد الغني الشهد منذ توليه قيادة الفريق، حقق من خلالها 8 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، نعم ألحقت بفريق نادي هوك بقيادة عبد الغني الشهد. عودة من جديد، رمية جانبية إلى الأمام لمصلحة فريق نادي هوك، محاولة على اليسار ولكن تصدي من هناك ومتابعة من جانب الدفاعات، وعن طريق رامي الوسماني، عن طريق اليماني من هناك يبعدها وإلى خارج أرضية الميدان، بينما حارس المرمى مهدي هاشم بعملية التوجيه للزملاء اللاعبين. عودة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية من هناك عن طريق اللاعب بيتر غورغيس. بيتر وعلى تنفيذ الضربة الركنية يبحث ويفتش في هذه اللحظات، بينما الدفاعات تتواجد في داخل منطقة العمليات تتابع هذا المد الهجومي الأصفر الذي يبحث عن الهدف الأول، وأمام أنصاره وأمام مشجعيه وأمام مؤيديه وداعميه، بينما أحمد كاظم والتوجيه للاعب محمود مشعان، وأيضا من هناك اللاعب علي لطيف في اشتباك بدني بين اللاعبين، في اشتباك نعم بين الدفاعات والمهاجمين، في محاولة من هناك بيتر غورغيس راسية خطيرة جدا ولكنها مرت. عودة من جديد، لا زالت قائمة التصويب، يا الله الله على التصويب على الطائر، ولكنها مرت بسلام، خطيرة كانت، خطيرة، عبرت على مرمى الحارس مهدي هاشم بمحاولة خطيرة جدا لفريق نادي هوك، كاد أن يفجر من خلالها المدرجات، وكاد أن يشعل من خلالها هذه اللحظات، هذه المنافسات. تصويبة قوية جدا، محاولة من أحمد عادل مرت بسلام على مرمى مهدي هاشم، أمام سقوط أيضا للاعب محمود مشعان في هذه اللحظات. عودة من جديد، أحمد كاظم حتى الآن والحديث، والسقوط أيضا من هناك للاعب إبراهيم غازي، يسقط في هذه اللحظات، يشكو من إصابة. هذه كرة الماضي محمود مشعان هو الذي سقط بعد صدام مع اللاعب بشير عمر، ولكن حتى الآن أحمد كاظم والحديث مع اللاعبين. عبد الغني الشهد ينتظر إن كان للفار رأي آخر، ولكن هناك سقوط ودماء أيضا من هناك تخرج من فم اللاعب إبراهيم غازي الذي يسقط في هذه اللحظات. إضافة قوية لصفوف نادي الموصل اللاعب إبراهيم غازي، سجل في مرمى القاسم هدف واحد فقط، قادم من نادي النفط، مثل هوك من قبل، يلعب أمام فريق السابق نعم في موسم 2024-25 في الانتقالات الشتوية، انتقل لصفوف نادي هوك قادما من الزوراء. مثل نوروز، مثل الحدود، مع نوروز عاش هكذا لحظات، هكذا أجواء في الملاعب الشمالية، بينما هيثم شمول يتابع الأردني ويسعى للارتقاء ويسعى لتحقيق الانتصار الأول بعد ثاني مباراة بقيادته يخوضها فريق نادي الموصل.
أحمد كاظم حتى الآن يتحدث مع عصام فاضل القائد لغرفة الفار، القائد لشاشة الفار، للشاشة الصغيرة لمعاينة الحالة، ولكن يبدو لي بأن هناك استئناف للعب ومتابعة من هناك. صفاء هادي أيضا تجارب مميزة وآثرية لهذا اللاعب في ملاعب الدوري، دور النجوم. عودة من جديد على الجهة اليمنى، تمريرة إلى الأمام، خادم رسول يتابعها علاء الدين الدالي من هناك. عودة من جديد على الجهة اليمنى للكرة من هناك في وسط الميدان بكنترول رائع وتمرير. الله وصلت، انطلقت، عودة للأمام، محاولة عرضية ولكن الدفاع يتصدى للكرة الماضية. عودة من جديد، محمد داوود بمحاولات مستمرة، تمريرة للصفاء، عودة إلى الأمام جانبي بيتر جورجيس. هذا المثلث الذي ربما سيقدم أداء رائعا في المستقبل. بيتر، صفاء هادي، وأيضا اللاعب محمد داوود. خليط بين الخبرة والموهبة القادمة بقوة والتي تريد أن تفجر إمكانياتها في ملاعب بطولة الدوري. نتحدث عن اللاعب بيتر جورجيس الذي يقدم أداء وعطاء رائعا هنا في منافسات بطولة الدوري. إلى خارج أرضية الملعب، ومن هناك إبراهيم غازي يسعى وأمام فريق السابق، وتوجيهات هيثم شبول. تحدث، كانت له كلمة في المؤتمر الصحفي في يوم أمس، وقال بأن مباراة الغد بين جيران أعزاء، ونتمنى أن نشاهد مباراة جميلة ونسعى لتعويض الخسارتين السابقتين، وأيضا نحن أن ندخل في منطقة الأمان في سلم الترتيب. وهذا ما تتمناه الجماهير بالتأكيد، أن يبقى فريق نادي الموصل في منطقة الأمان في جدول الترتيب. فهل سيبقى منافسا وباقيا في بطولة الدوري؟ عودة إلى خارج أرضية الملعب من جديد، خطورة للجراد الأصفر، خطورة للصقور، خطورة حتى الآن لمصلحة نادي أربيل أو دهوك. نادي دهوك في هذه اللحظات آخر هزيمة وهي الوحيدة أمام نادي أربيل. نادي دهوك، كرة من هناك ترسل عالية خطيرة، ولكن مهدي هاشم يتدخل، ومهدي من هناك يسقط ويتحصل على مخالفة نادي الموصل في هذه اللحظات. يستفاد من هذه المخالفة بالمناسبة، لأن الفريق يتعرض لضغط رهيب، يتعرض لضغط كبير جدا من الهجمات لفريق نادي دهوك. حتى الآن صدام مع اللاعب يوسف بن سودا، اللاعب التونسي. الكرة الماضية والصدام بين يونس والحارس مهدي هاشم. عودة من جديد، مهدي هاشم بمخالفة. هذا هو علاء الدين الدالي، هذا هو القناص، هذا هو الخطير، هذا هو المزعج لمرمى المنافسين. علاء الدين الدالي 10 أهداف للنجم السوري، أهدر ركلتي جزاء أمام نادي القوة الجوية الجولة قبل الماضية على هذا الملعب، ركلتي جزاء. المباراة التي انتهت بانتصار نادي القوة الجوية 1-0. عودة على الجهة اليمنى، محاولة على اليمين كهجوم لنادي الموصل، وعلى اليسار كدفاع من جانب خادم رسول الذي يبعد الكرة الماضية ويؤمنها إلى رمية جانبية مع خطورة حمراء، مع شغف كبير لفريق نادي الموصل، يريد أن يظهر ويريد أن يعدل ويعود إلى المسار الصحيح وإلى سكة الانتصارات من جديد. فهل سيعود من هناك برمية جانبية للاعب الألماني من هناك روبرت باور؟ رمية جانبية تلعب إلى الأمام، خطيرة وطويلة في دفاعات وفي منطقة الجزاء. خطيرة على دفاعات دهوك. عودة من جديد للموصل، محاولة أكرم رحيم، خادم رسول، عودة إلى الأمام، باقر عطوان يتقدم، باقر من هناك يبالغ بالسرعة ويكلف فقدان الكرة الماضية. وعودة من جديد بطاقة صفراء للاعب باقر عطوان، البطاقة الصفراء الأولى في هذه الموقعة. 43 بطاقة صفراء أشهرها الحكم أحمد كاظم، منها 3 حمراء. أيضا
و6 ركلات جزاء أشار لوجودها، منها ركلة جزاء احتسبها على نادي الموصل في الجولة التاسعة في مباراتهم أمام نادي أربيل. نعم، احتسبها لنادي أربيل على الموصل ونفذها بنجاح اللاعب شيرزوت تيميروف المحترف الأوزبكي وهداف بطولة الدوري. عودة للأمام، إذا بكر عطوان يتحصل على بطاقة صفراء. عودة في وسط الملعب إلى الأمام عن طريق بشير وعمر، تمريرة خطيرة خطيرة الله الله الله. نعم، حالة تسلل كانت على إبراهيم غازي الذي فشل في الكرة الماضية. نعم، ولم ينتهز الفرصة، ولكن هناك راية حتى لو نجح، حتى لو تمكن من الوصول إلى مرمى فريق نادي هوك، فإن هناك راية أشهرت. نعم، راية أعلنت عن وجود حالة تسلل، راية أعلنت عن وجود مصيدة التسلل تصطاد تحرك اللاعب إبراهيم غازي. عودة لحارس المرمى علي ياسين من جديد. لدينا مدربين رباء العديد من اللاعبين في تشكيلة الفريقين، وأيضا العديد من اللاعبين في تشكيلة الفريقين لعبوا سوية في نفس الفريق. مثلوا الأندية، لعبوا خصما لخصم، أيضا خصم لخصم، تنافسا في الأندية الجماهيرية، في الأندية أيضا في دور النجوم. ولقاءات هناك ليست هي الأولى بين اللاعبين، هناك أيضا لاعبين اعتادوا على هكذا أجواء تنافسية، اعتادوا على هكذا أجواء جماهيرية تخلق المنافسة القوية في منافسات بطولة الدوري. ولكم مثال واضح أمامنا بالصورة، اللاعب إبراهيم غازي الذي سبق له وأن مثل فريق نادي هوك في فترة من الفترات. محاولة من جانب اللاعب علاء الدين الدالي، ولكن دفاعات حاضرة، دفاعات مبعدة لأحمد عادل. من هناك إلى الأمام التقدم والتمرير والوصول والانطلاق على اليسار عن طريق يوسف إلى الأمام، يحاول التونسي، ولكن من هناك متابعة حاضرة من جانب محمد معن يتابع الكرة الماضية من أمام يوسف بن سودة. هدف واحد ليوسف بن سودة هذا الموسم، وصنع هدف. اللاعب القادم من نادي الرفاع البحريني، كانت له تجربة مع نادي أربيل في بطولة الدوري. إذن هذه المحطة الثانية لهذا اللاعب في بطولة دور النجوم، في دور النجوم العراقي، في دور النجوم العراق. ومن هناك ويتابع علي لطيف، راسية خطيرة ولكن علي لطيف يبعدها. عودة من جديد في وسط الملعب، هناك السقوط، هناك المحاولة والمتابعة. من هناك حكم اللقاء يطلب متابعة اللعب لعلي ياسين. تجربة ممتازة أيضا لعلي ياسين مع نادي النفط، مع نادي الطلبة، مع نادي الزوراء، مع نادي النجف، مع نادي كربلاء. انطلاقة هذا الحارس كانت من نادي كربلاء، أكاديمية كربلاء، وصولا إلى النادي، إلى الخط الأول، بعدها إلى نادي النجف، نادي الزوراء، نادي النفط. عرضية من هناك خطيرة جدا على القائم الثاني، وصلت لمحمد داود. محمد داود يحاول، محمد لا يمر، لا يعبر، والكرة من هناك بمتابعة حاضرة على اللاعب من هناك محمد داود، وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة من هناك محمد معن، قلب النابض الدفاعي هذا اللاعب في 8 مبارياته. كرة تعود في وسط الميدان ومن أبناء النادي. عودة إلى الأمام لهجوم نادي الموصل وإلى الخلف عن طريق اللاعب سيابندا عكيد القائد. من هناك في وسط الملعب لعبها، وصلت في وسط الميدان لخادم رسول. خادم إلى الأمام، خادم يلعبها سلام عن طريق حمود مشعان من جديد على الجهة اليمنى بتمريرة من جانب خالد كارادوغلي. محاولة المرور من جانب اللاعب سيابند عقيد، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. سيابند عقيد، هذه الكرة الماضية ومحاولة القائد الذي ينطلق، والخطأ على سيابند، مخالفة لمصلحة روبرت باور.
اللاعب الذي تحدث فور وصوله في مؤتمر صحفي وقال بأن هناك تعامل طيب والناس طيبون جودين جدا في الموصل، وهذا ما لقاه طبعا بالتأكيد. الموصل هذا شيء أو بشكل عام أهالي الموصل والكرم والطيبة والثقافة، نعم هذه السمات التي يمتاز بها جمهور وأهالي الموصل، وهذا ما وجد بانطباع أول اللاعب روبرت باور، هذا ما لمس ولاحظ نعم بانطباع أول وجد ولقاه في وصول الأول لدور النجوم. هذه الكرة الماضية والمحاولة من جانب علاء الدين الدالي، عودة من جديد في وسط الميدان، سياباند عقيد، عودة وتمرير عن طريق أندري آلان والتمرير الله على المرور من جانب أندري والتمرير، سياباند عقيد يحاول، عقيد من هناك ولكن استعادة وقطع وتمرير من جانب أكرم رحيم ولا الأمام، لم تصل لباقر، لم تصل لعطوان، عودة لا زالت قائمة حتى الآن من جانب أكرم والتمرير إلى الأمام بالراس، توبعت الكرة من هناك برقابة دفاعية حاضرة من جانب دفاعات نادي هوك، عودة إلى الأمام لدفاعات نادي الموصل، باقر عطوان، باقر يتخلص من هذا الضغط والتمرير إلى الأمام، نقلت في وسط الميدان عن طريق اللاعب بشيرو على اليسار، عادت على اليسار، وصلت محاولة الوصول للعبور عن طريق اللاعب باقر عطوان والسقوط في وسط الميدان، خطأ من هناك يعلن عن وجود أحمد كاظم بمخالفة للاعب باقر عطوان. الانطلاق كان من محافظة واصل لهذا اللاعب ومن نادي كربلاء ثم نادي الحدود، والآن نادي الموصل في ثالث محطات هذا اللاعب، وهو شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي زاخو طبعا النجم أمجد عطوان. جماهير دوك من هناك المتفائلة والتي تنتظر العودة إلى سكة الانتصارات. نعم سادتي الكرام، دوك قادم من تعادل 1-1 مع نادي الكهرباء في استاد النجف في يوم الجمعة الماضي، بينما نادي الموصل قادم من خسارة بثنائية نظيفة. عودة على اليسار، محاولة محمد داوود، محمد من هناك يحافظ يسيطر يمرر على اليسار، المحاولة من هناك بعرضية بمحاولة لا زالت قائمة من جانب خالد والارتقاء والسقوط والصدام من هناك، لا وجود لمخالفة يقول أحمد كاظم. عودة لا زالت المحاولات ولا زالت الخطورة من هناك لنادي هوك، نادي هوك إلى الأمام، يحاولون لبيتر كورجيس الاستلام، كورجيس المحاولة، كورجيس والعرضية الراسية، ولكن الإبعاد يأتي من هناك وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. خطورة لدهوك، خطورة للصقور، لا زالت قائمة، لا زالت حاصلة، لا زالت حاضرة في تمرير بمحاولة، ولكن متابعة من دفاعات نادي الموصل للكرة الماضية. نعم مشاهدينا الكرام، عن طريق علي لطيف، هذا هو السوري الذي يحاول في هذه اللحظات، خالد كرادوغلي في هذه اللحظات، كرة على اليسار، محاولة لا زالت قائمة، العرضية، المحاولة، التحضير، المتابعة من جانب باقر انطلق، باقر اخترق، باقر إلى الأمام، باقر يحاول، ولكن الاعتراض يأتي، المتابعة تأتي، والدفع لهذه الخطورة نعم يأتي من جانب أحمد عادل أمام باقر عطوان. حاول باقر عطوان في الكرة الماضية، عودة من جانب روبرت باور، من هناك أيضا من الانتدابات الجديدة لصفوف نادي الموصل. هذا هو أحمد عادل، عودة من جديد، تمريرة إلى خارج أرضية الميدان، تحولت إلى رمية جانبية، الرغبة مستمرة حتى الآن في تعادل سلبي لا زال قائما. نعم مشاهدينا الأكارم، لأول 25 دقيقة وأكثر شاهدنا ضغط، ولكن بدون فرص حقيقية تذكر كثيرا، فقط تصويبة اللاعب أحمد عادل التي كانت هي الأخطر، كانت هي الأبرز. محاولة من جانب اللاعب علاء الدين، ولكن متابعة من جانب خادم رسول، خادم من هناك تابعها، قطعها، انطلق إلى الأمام،
يحاول من هناك خالد كارادوغلي من هناك، أو نعم هو خالد يتابع الكرة الماضية وصافرة وخطأ يتحصل عليه اللاعب خالد كارادوغلي في هذه اللحظات جراء هذا الصدام بين اللاعبين. يتحصل على مخالفة. هناك عبد الغني شهد. إنجازات تاريخية خالدة في مسيرة هذا الرجل، في مسيرة المدرب القدير نعم عبد الغني شهد. بطولة الدوري مع نفط الوسط في موسم 2014 2015، وصيف بطولة الدوري 2005 2006 مع نادي النجف، المركز الثالث مع نادي النجف 2006 2007. عودة من جديد، عرضية لخارج أرضية الملعب، محاولات لا زالت مستمرة. المركز الثالث في بطولة آسيا مع المنتخب الأولمبي في عام 2016، تأهل لبطولة آسيا أيضا مع المنتخب الأولمبي سنة 2020. ضربة ركنية هي الرابعة لنادي دهوك بمحاولة رأسية. نعم هذه الإحصائية التي تقدم لك ما يعكس من هو الذي يسيطر ومن هو الذي يقترب ومن هو الذي يستحوذ أكثر، وهذا دليل. نعم إحصائية الضربات الركنية تقدم لك عزيزي المشاهد الإحصائية الأبرز ومن هو الأقرب لتسجيل الهدف الأول. 4 ضربات ركنية نتجت عنها هذه الإحصائية، ونتج عن الضغط الكبير الذي يقدم نادي دهوك على مرمى الموصل، ولكن حتى الآن بدون تغيير يذكر على النتيجة وبرأسية يوسف بن سودة. آخر الهجمات، آخر خطورة، عودة من جديد. سيامند عقيد في وسط الملعب في تمرير إلى الأمام، وصلت عملية الاستلام لمصلحة نادي دهوك، تقدم إلى الأمام من جانب خالد كارادوغلي. خالد إلى الأمام، خالد ولمحمد داود، محمد داود يحاول والكرة إلى الأمام والمتابعة من هناك، والصافرة تعلن عن وجود خطأ ومخالفة لمحمد داود. يحاول محمد داود، سجل في مرمى القاسم في هذا الموسم، سجل هدف واحد أو في مرمى زاخ. نعم في مرمى زاخ، وكان هدف محمد داود الوحيد في هذا الموسم رفقة نادي الشرطة، هو الفريق الذي قدم معه أفضل العروض وأبرزها. ضربة ثابتة من هناك، بيتر كوركيس، عرضية، محاولة بالراس، لا زالت قائمة حتى الآن، متابعة من جانب رامي الوصماني، يتدخل ويبعدها إلى خارج أرضية الملعب. تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. عودة من جديد، عملية التمرير، كرة إلى الأمام على اليمين، محاولة للوصول للمرور، عودة إلى الأمام، لا زالت قائمة حتى الآن لمصلحة عناصر نادي دهوك. لنادي دهوك وصلت ومررت، وصلت والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة الحارس مهدي هاشم. ومن هناك الذي يواصل تقديم أفضل العروض بحماية عرين نادي الموصل. مباراتين بشباك نظيفة أمام نادي كهرباء وأمام الطلبة، الحارس الذي مثل الكرخ في الموسم الماضي ومثل نادي أربيل أيضا من قبل، مثل نفط ميسان، مثل أمانة بغداد، مثل نادي الصناعات الكهربائية، والانطلاقة الأولى لهذا الحارس كانت من نادي الديوانية. إلى خارج أرضية الملعب، وفي نصف ساعة أولى انقضت ومرت على شوط أول عنوانه البحث عن الارتقاء في جدول الترتيب، الموصل للابتعاد في المراكز الدافئة والتواجد في المراكز الدافئة، بينما نادي الموصل أو نادي دهوك يسعى لمتابعة السعي الحثيث لمتابعة التألق والمواصلة إلى في جدول الترتيب. بطل الدوري موسم 2009-2010، عودة للأمام، محاولة للأمام، التسديد، الله، تصويبة خطيرة جدا، ولكن يتصدى مهدي هاشم
يتألق مهدي هاشم، يتعملق مهدي هاشم في الكرة الماضية والتصويبة الخطيرة، التصويبة الخطيرة جدا في اللقطة الماضية. محاولة نادي هوك ولكن يتألق، يتصدى. نعم مشاهدينا الكرام، نعم مشاهدينا الأكارم، لهذه الكرة مهدي هاشم لكرة ومحاوله من هناك يتنفس، يتوتر. الله الله، وردة فعل المدرب عبد الغني شهد تعطي إليك بأن هناك خطر قادم، بأن هناك هدف قادم، وبأن هناك هدف ربما سيدون، ربما سيسجل. هذه المرة العارضة هي التي تتصدى، هي التي ترد، هي التي تصد هذا الخطر الأصفر، هذا الخطر الذي يأتي به فريق نادي الصقور. الصقور نعم، صقور الجبال، يحاول نادي هوك في محاولتين وعلى مرتين، وأمام ردة الفعل الشرسة من الجماهير، العنيفة من الجماهير. نعم، على هذه الفرص التي تضيع، هذه الفرص التي تستمر طبعا بالإهدار وبالضياع في هذا نعم السباق نحو جدول الترتيب ونحو الارتقاء. عودة من جديد في وسط الملعب، محاولة للأمام من جانب نادي هوك، وصافرة من هناك من جانب أحمد كاظم تعلن عن وجود خطأ في وسط الميدان، عن وجود مخالفة هنا في وسط الملعب. عن بطاقة صفراء لمن؟ سنشاهد، سنعاين لمن البطاقة الصفراء. علي لطيف يعترض، من هناك علاء الدين الدالي هو الذي سيتحصل، نعم هو الذي يتحصل على البطاقة الصفراء في مباراة بالتأكيد لا تغيب عنها البطاقات الصفراء والمخالفات أيضا، وربما ركلات الجزاء، ربما هناك من سوف يسقط في المحظور. وعلى ذكر إحصائيات ركلات الجزاء، نادي الموصل تحصل على 8 ركلات جزاء، سجل 6 وضيع 2، وهو أكثر فريق تحصل على ركلات الجزاء بعد نادي النفط. نعم هو الثاني بعد نادي النفط الذي تحصل على 9 ركلات جزاء، وهو أكثر نادي احتسبت ضد ركلات الجزاء. بينما يحاول من هناك نادي هوك إلى خارج أرضية الملعب، توبعت الكرة من هناك وأنقذ الموقف. عودة على اليسار، المحاولة، التصدي من جانب الدفاع، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. عودة للأمام، تمرير على اليسار، محاولة للوصول، تقدم إلى الأمام في وسط الميدان، عادت وإلى خارج أرضية الملعب، مرت وتحولت. خالد كرادوغن من هناك في وسط الملعب، تلعب إلى الأمام، محاولة أمامية، كرة بالراس، تقدم والسقوط من جانب صفا هادي، ولكن من هناك محمد داود عرضية. أصعب الكرات على أكبر الحراس، نعم هكذا كرات تخدع أكبر الحراس، هكذا كرات مزعجة جدا لأكبر حراس العرين في هذه نعم الساحرة المستديرة، في كرة كادت أن تغالط مهدي هاشم، وكادت أن تخدع دفاعات الموصل، وكادت أن تعطي الأسبقية نعم لفريق نادي هوك، ولكنها مرت وعلى بعد سنتيمترات. مرت الكرة الخطيرة التي تنضم لقائمة الفرص التي مرت وأخطرت مرمى مهدي هاشم وأخطرت مرمى نادي الموصل في هذا اللقاء. وفي أكثر من نصف ساعة سادة الكرام والمتابعين مرت وانقضت على هذا الشوط، على هذه المنافسة القوية جدا. بيتر غورغيس والقادم من فترة مميزة قضاها في الملاعب السويدية مع نادي مالمو، وهو أيضا صاحب من أبرز الكرات الخطيرة، وانضم إلى اللاعبين الذين هددوا، الذين حاولوا، الذين سددوا. وغراهام أرلوند وعين على المباراة وعدسة تلتقط، نعم غراهام أرلوند
أمام صاحب المحبة المقبلة والمهمة الصعبة والفاصلة مع أسود الرافدين، وأمام بيتر جورجيز القادم نحو مسيرة عالمية وحافلة إذا استمر بهكذا عطاء وبهكذا أداء. عودة من جديد في وسط الميدان، نادي الموصل حتى الآن مغيب على مستوى الهجمات الخطيرة، مغيب على مستوى الكرات الخطيرة التي يريد أن يصلوا بها إلى مرمى المنافسين. عودة إلى الأمام، وصلت خادم رسول ودفاعات نادي هوك حتى الآن الصامدة والتي ترابط في هذه اللحظات. سيامند عقيد، تمرير بيتر عن طريق أحمد عادل، افتقدها وعادت إلى الأمام، التمرير محاول الموصل، التحضير، التسديد، ولكنها مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك وصلت إلى ضربة مرمى لعلي ياسين في محاولة يبحث ويفتش من خلالها نادي الموصل عن الهدف الأول، عن شيء يوقف هذا الزحف الأصفر، عن شيء يردع هذا الهجوم الأصفر العاتي والمفتش عن هدف أول، عن شيء نعم ربما يجعل من نادي الموصل منافس قوي جدا، نعم، ويرد الخطر الأصفر القادم بقوة، والذي حتى الآن هو الذي يضغط، والذي حتى الآن هو الذي يسيطر على الهجمات، على المحاولات ببحث متواصل من جانب فريق نادي هوك، ولكن بدون تغيير يذكر على نتيجة المباراة. علي لطيف، رمية جانبية تلعب إلى الأمام، وصلت عند حارس المرمى علي ياسين، علي ياسين لمصلحة نادي هوك. يوم أمس أيضا كانت كلمة للمدرب عبد الغني شهد في المباراة أو قبل المباراة في المؤتمر الصحفي، قال نحترم فريق الموصل وننظر للمباراة من الجانب الفني فقط، ونعول على الزخم الجماهيري ليكون عاملا مساعدا. وهذا مصداق طبعا لما تحدثت عنه وأنا طبعا قبل دقائق، قلت بأن هناك أندية تدخل بالجماهير، هناك أندية نعم تتفائل بحضور الجماهير وتجعل من الجماهير سلاحا لتحقيق الانتصارات وعنصر لا يمكن أن يستهان به لتحقيق الانتصارات وتحقيق الفوز في المباريات، وداعما أساسيا لتحقيق النقاط الثلاث. إذا قال المدرب بالغني شاد بأننا تعاملنا دائما يكون وفق إمكانيات المنافس في الشقين الهجومي والدفاعي، وكذلك في حالتي امتلاك الكرة وفقدانها. عودة في وسط الملعب، وقال أيضا عبد الغني شاد بأننا مطالبون بالتعويض، فسيعوضون، فسيعودون، فسيحققون الانتصار. صفا هادي، عودة في وسط الملعب لخادم رسول، بعد ذلك للاعب خالد كرادوغلي السوري، يحاول في تمريره في وسط الميدان مع صدام وسقوط للاعب محمد داوود. بطاقة صفراء للاعب رامي الوسماني، بطاقة صفراء للنجم اليماني. مباراتين انقضت وانتهت في مباراة أو في اليوم الأول من الجولة 18 والجوية يحقق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد على حساب نادي نوروز، ويقفز إلى الصدارة مؤقتا، أو ليس مؤقتا وإنما يرتقي ويبتعد بانتظار المباريات البقية. نعم، يتشبث وينطلق وينفرد بالصدارة، ونادي الميناء يخسر بهدف وحيد على ميدان أمام نادي الغراف. عودة من هناك في مخالفة ترسل عالية من جانب بيتر، ولكن هي أمام دفاعات الموصل واطئة ومنخفضة. بهذا التوقيت نادي الطلبة يتقدم على حساب الكرخ بهدف وحيد.
عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، وصلت الكرة على الجهة اليمين إلى الأمام، محاولة لا زالت قائمة، الكرة خطيرة على مشارف المنطقة، يوسف بن سودة يحاول يحضر يمرر، لا زالت قائمة من جانب صفاء، صفاء هذه إلى الأمام، افتقدها حافظ عليها، من هناك حاول من خلالها ترسل الكرة عالية وعند خطيرة كانت، ولكن الدفاعات تصلح، نعم تصلح الأمور وتسيطر على الأمور. عودة من جديد، وهذه المرة تستقر بأحضان حارس المرمى مهدي هاشم. مهدي هاشم غدا تستأنف منافسات بطولة الدوري، منافسات نعم الجولة 18 في ثاني الأيام. 8 مباريات تقام في هذه الجولة نظرا للالتزامات القارية والمشاركات الخارجية لأندية الزوراء والشرق. كل التوفيق لممثلي الوطن. غدا نادي أربيل يستضيف زاخو، لفت ميسان يستضيف القاسم، وفي مباراتين يختتم الأسبوع 18 من خلالهما النجف يستضيف الكهرباء وديالا يستضيف القرمة. رمية جانبية، محمد داود في هذه اللحظات يسعى للظهور والعودة بأدائه المميز، يسعى للعودة وأيضا تكريس الخبرة التي اكتسبها في المواسم الماضية، تكريس ما اكتسبه من إمكانيات في المواسم الماضية. كرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية جانبية. خادم رسول في هذه اللحظات والبحث المتواصل. مباراة طبعا الموسم الماضية كانت أمام نادي نوروز هنا في هذا الملعب في يوم الجمعة الماضي أيضا، والخسارة لنادي الموصل 2-0. خسر نادي الموصل 2-0. قبل أيضا تعثر، خسر أمام نادي القوة الجوية وأيضا على هذا الملعب بهدف وحيد. عودة من جديد في وسط الميدان، تقدم إلى الأمام عن طريق إبراهيم غازي. إبراهيم يحاول يعود إلى الخلف، ومن هناك روبرت باور. روبرت باور بالمناسبة أيضا تحدث في المؤتمر الصحفي يوم أمس وقال متحمس للعب في بطولة الدوري العراقي. قال أيضا الموصل مدينة مميزة وجميلة ونشعر بذلك طبعا، وتشعر بذلك فور وصولك إليها. وأيضا قال إنني متحمس أيضا لبدء المباريات مباشر، وسأساعد الفريق على تحقيق كل الأهداف. طبعا وهذا ما جعل المدرب مشبول الزج بهذا اللاعب أساسيا في أول مباراة. وفي خط الدفاع كرة للأمام، محاولة روبرت باور من هناك يتابع الكرة الماضية ويحافظ عليها، وإلى ضربة مرمى لمصلحة الحارس. ومن هناك الصقر الجارح، من هناك الذي يتابع ويناظر في ميدانه، نعم هنا في ملعبه، هنا يريد أصحاب التحليق كما يحلق على سفوح الجبال، نعم يريد التحليق كما يحلق عاليا. فريق نادي دوك يريد أن يحلق من جديد أمام هذه الأنصار، أمام الجماهير، نعم بحضور ولوحة جماهيرية كبيرة هنا في هذا الميدان. هنا في رسالة نعم يشاهد كل محترف يتواجد بأن دور النجوم ليس فقط بأداء اللاعبين بل أيضا نعم بالجماهير التي تحضر. وهذا ما شاهدنا في الموسم الماضي عندما تحصل نادي زاخو على جائزة أفضل جمهور في العالم في موسم 2024-2025 عندما توج بهذه الجائزة الثمينة. نعم مشاهدينا الكرام، بمبادرته الرائعة عندما قام برمي ألعاب الأطفال تضامنا مع مرضى السرطان. هذه اللفتة الإنسانية التي لفتت أنظار العالم،
وجعلت فريق نادي زاخو ينال جائزة أفضل جمهور. نعم، ويواصل اليوم في هذا الموسم جمهورنا يقدم أداء وعطاء مميز ولا يختلف عن ما يقدم اللاعبين. هناك أندية تحقق الانتصار بتواجد الجماهير، نعم تحقق الانتصار بتواجد الأنصار. بيتر جورجيس وبتصويبة قوية حاول من خلالها الوصول إلى مرمى مهدي هاشم وإلى مرمى الموصل، ولكن محاولات فريق نادي دهوك حتى الآن في هذا الشوط لم تصل ولم تغير ولم تثمر عن شيء يغير واقع النتيجة. ينتظرون ويحاولون ماذا سيحدث في قادم المواعيد، ماذا سيحدث في الأوقات القادمة. وأمام جراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني، كرة للأمام على اليسار، محاولة خطيرة لنادي الموصل، متابعة من جانب الدفاع، عودة للأمام، من هناك كونتر اتاك سريع من جانب محمد داود، يتحصل على مخالفة روبرت باور بالخبرة، من هناك يتمكن من إيقاف هذه الهجمة وإيقاف محمد داود وإيقاف الزحف الأصفر الذي يفتش عن الهدف الأول، وحتى الآن لم يثمر بالمحاولات بالفرص عن تغيير يذكر على واقع النتيجة. عودة في وسط الملعب، تمريرة من جانب أحمد عادل إلى الأمام، أحمد عادل يحاول والتقدم من جانب يوسف بن سودة، رامي الوصماني، عودة للأمام عن طريق أكرم رحيم، أكرم والدالي وخادم رسول، وإلى الأمام باقر تمريرة يرسلها لم تصل، متابعة من جانب محمود مشحان، عودة للأمام في وسط الميدان، تقدم إلى الأمام، عملية الاستلام إلى الأمام، يحاولون يقتربون، عودة لنادي دهوك قبل الشوط الأول، عرضية ترسل إلى خارج أرضية الملعب، تحولت مرت إلى ضربة مرمى. نعم، نادي دهوك في الشوط الأول سجل 7 أهداف، وفي الشوط الثاني سجل 12 هدف. إذا إحصائياته في الشوط الثاني كتسجيل الأهداف هي أفضل بكثير من الشوط الأول، بينما نادي الموصل على مستوى هذه الإحصائية لا يختلف تسجيله في الشوط الأول عن إحصائية تسجيله في الشوط الثاني. 9 أهداف في الشوط الأول سجل، ومثلها سجل في الشوط الثاني. عودة للأمام، كرة بالراس، صفا هادي، رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. أحمد كاظم يتحدث حتى الآن مع الفار، أحمد كاظم والحديث مع الفار يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، متابعي شبكة وقنوات شبكة الإعلام العراقي، تعادل سلبي يغيم على أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي دهوك والموصل في أول أيام الجولة 18. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بعد الاستراحة لنا عودة. دمتم بخير والسلام عليكم. ركنية الآن، باركو، هناك عرقلة بالعارضة، وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار علي ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل، واول اهداف هذا الموسم بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار، لكن هنا قد يكون
نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو. الحسن نعيم خطرة، الله، جول. كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة، بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة، واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف 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 الكرة الآن، شوف الكرة، شوف همام كعدة الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد. يدرك من خلالها التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. درب ديالا والتوجيهات، انطلاق الآن أوليفيرا، جول. مارادونا مارادونا مارادونا، كلاوديا أوليفيرا. لاحظ التمريرة الرائعة، روى 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 لأوليفيرا بهدف أول، حلوة قوية وعلى الزاوية البعيدة، وأول لنادي نوروز عن طريق كلاوديو أوليفيرا. سجل نوروز هدف أول، فرحة ليايات. انطلاق الآن، براهيمة عدل جول للديالة عن طريق تانديا لمدينة البرتقال بهدف في غاية الجمال. راح تانديا بثالث مباراة يسجل تانديا ثالث أهدافه مع ديالا. سجل على الطلبة وسجل على الغراف، ويسجل الآن على ديالا بثالث مباراة بثالث هدف لهذا اللاعب. يقدم أوراق اعتماده بشكل رائع مع ديالا. إبراهيم تانديا مع الحايك، أوليفيرا عالية، الله الله الله. ثاني لنوروز عن طريق خوزيه نيتو البرازيلي البديل الناجح. ثاني لنوروز من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. نيتو ثاني لنادي نوروز. اليوم البرازيلي، لاحظ الله، من برازيلي إلى برازيلي ثلاثة برازيليين. لاحظ أوليفيرا لجيفرسون لنيتو الله 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 الله. ما كان جيفرسون، هذا نيجيري، وكمل عليها البرازيلي. من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. ثاني الأهداف لنوروز. نوروز وثاني أهدافه. عودة من جديد، تلعب بتمريرة بعرضية، محاولة راسية، البرازيلي يدون أول أهداف البرازيلي تياغو، وأول أهداف في المباراة. نعم، إنهم قادمون من أجل القمة، من أجل اعتلاء هرم الترتيب، ومن هناك يسجل الهدف الأول فريق نادي القرمة برأسية مخادعة لجعفر شليشل. نعم، مغالطة ومخادعة لدفاعات فريق نادي الكرخ.
هدف أول يسجل في هذه اللحظات عن طريق البرازيلي تياغو في خامس ظهور، في خامس مباراة للبرازيلي. نعم، ليونسو تياغو بكرة وعرضية ورأسية من هناك تخدع الجميع وتسجل أول الأهداف لفريق نادي الكرخ. نعم، 1-0 بهدف رائع وبرأسية ذكية تخدع أكبر الحراس. نعم، وتخدع أيضا أكبر المدافعين والدفاعات. في ضربة ركنية هي السادسة للكرخ، يبحث من هنا خطيرة رأسية، من هنا جول وهدف التعادل. من هناك ننتظر مشاهدينا الكرام والمتابعين في لحظات مثيرة جدا. حتى الآن لم ينتصر القرمة ولم يخسر فريق نادي الكرخ. كرة ومتابعة وتصويبة. محاولة خطيرة الآن، ممكن المواس قد تكون الفرصة الأخيرة فيها هدف، هدف أول للشرطة اليوني العتيبة. الله 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 الله. أعتقد أيضا راية على اليوني العتيبة. هل يحتسب الهدف؟ اليوني العتيبة يسجل في هذه اللحظات اليوني العتيبة، وأيضا الهدف يسجل الآن لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 4 دقائق، والشرطة في الدقيقة الرابعة لم يترك الشوط الأول ينتهي بالتعادل. يأتي أتيبا ويسجل 8 أهدافه مع الشرطة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، الله على التمريرة، غير متسلل هذه المرة. أتيبا يسجل هدف شرعي لفريق الشرطة. واحد القيثارة لا شيء الغزلان ينهي الشوط الأول الشرطة بهدف اليوني العتيبة بتمريرة سحرية عن طريق اللاعب محمود المواس، اللي لعبها بحرفنة بقدم اللاعب اليوني العتيبة اللي مر من الحارس وسدد بكرة هوا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن افتتاح التسجيل من خلال الشوط الأول. إذن هدف للشرطة مقابل لا شيء للنجف أمام فرحة المدرب مؤمن سليمان. الأخطاء المحتسبة 4 للنجف، 2 لفريق الشرطة. ركلة حرة علي داخل منطقة الجزاء خطيرة. التعادل جول للنجف. هدف للنجف عن طريق سجاد رعد، يسجل لفريق النجف هدف التعادل في الدقيقة 70 سجاد رعد يسجل هدف التعادل في مرمى الشرطة ليعيد فريق النجف إلى الواجهة في هذه اللحظات بدخوله إلى المباراة. البديل يشعل الفتيل في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل بعد دخوله للمباراة. يسجل سجاد رعد هدف التعادل لفريق النجف. إذن النجف الآن يتعادل أمام الشرطة في هذه اللقطة، في هذه المحاولة، بعدما مرر علي فاز داخل منطقة الجزاء، وتحضير كان جميل من اللاعب سجاد رعد اللي أخذ الكرة بهذه الطريقة وسجل هدف التعادل لفريق النجف. هنا الإعادة حاول معها حارس المرمى أحمد باسل، لكن مرت على أحمد باسل ليدرك فريق النجف هدف التعادل في مرمى الشرطة. مباراة ماراثونية ما بين لاعبي النجف والشرطة، ومحاولة المواس داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني من جديد أتيبا الكاميروني بنفس الطريقة. الأسد الكاميروني بنفس الطريقة في الشوط الأول سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع، ويسجل في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل ضاع هدف ثاني لفريق الشرطة. يفعلها من جديد أتيبا، ثاني لفريق الشرطة ثاني. أي إثارة في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي جمال في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي مباراة مجنونة ما بين الشرطة والنجف، أي مباراة جميلة شاهدناها ما بين الشرطة والنجف.
ونجم المباراة نجم الشباك هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة ليونيل أتيبا. ليونيل أتيبا يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة، لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، مناف وبعد ذلك العارضة ليكملها أتيبا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن هدف ثاني. هدف قاتل في مرمى النجف. النجف كان في طريقة إلى التعادل، لكن أتيبا لم يترك الشوط الأول يخرج بتعادل، ولم يترك النجف يخرج من الشوط الثاني بتعادل. لذلك ليونيل أتيبا نجم هذه المباراة يسجل هدفين في مرمى النجف ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. والشرطة الآن إلى المركز الثاني بعد بألوانه البيضاء. الكرة تنفذ الآن عالية داخل منطقة الجزاء. الله، هدف أول للأنيق. زيد إسماعيل ومن غيره دائما بالمهمات الصعبة يسجل الهدف الأول للأنيق. الله 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 على الطلبة وعلى الفرصة الأولى والتهديد المباشر. زيد يسجل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 8 من شوط اللقاء الأول. زيد إسماعيل بعدما سجل على زاخو هدف الانتصار وسجل على نوروز كذلك هدف الانتصار، اليوم يعود ويسجل بالجولة 16. شوفها بالإعادة، الكرات الثابتة، زيد إسماعيل والرأسية اللي باغتت حارس المرمى مجتبى محمد، وبذلك يمنح الأفضلية والتقدم لفريق الطلبة. الأنيق يسجل، الأنيق يدون. وما هي ردة الفعل بالنسبة للمدرب حيدر عبيد وفريق الغراف؟ بداية قوية، بداية مشتعلة، ويا لها من بداية يا زيد إسماعيل. لازلنا لم ندخل بأجواء المباراة بعد، وهنا فرحة جماهير الأنيق تنتشر على مدرجات ملعب النجف الدولي. زيد يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم. النيجيري فيدلس كوكو وفهد طالب، فرصة للنيجيري بلقطة للتحليق عاليا، لكن أمام فهد الغراف للتعادل. فهد طالب وهنا الكرة فيدلس كوكو. الله، النيجيري مستمر يرقص وينشر الفرح لجماهير الغراف. الله 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 الله، من ضفاف النهر ولد نادي لا يعرف إلا النقا. هنا الأفراح تنتشر لأبناء الذقار والناصرية، وهدف التعادل يصل بالنسبة للغراف. فيدلس كوكو يسجل الهدف 11 له هذا الموسم، وهدف التعادل بالنسبة للغراف. وهنا ممثلين ذقار والناصرية، وأنا مهما صرت وش ما تعليت أستعد من أسمع اسم الناصرية. هكذا يؤكد فيدلس كوكو النيجيري بلهجة جنوبية خالصة، يسجل هدف التعادل. أيضا ضربة ركنية، كرات الثابتة للطلبة خطيرة، جول. تكلم التاريخ، تكلم الأنيق، هدف يذكر الجميع من هو الطلبة. الله 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 الله، دريسك عين زرقاء من الحلا تلمح. هذا هو الأنيق، هذا هو الطلبة. نعم أنيق ودلعوني، وبلون السماء لوني الأزرق يسجل الثاني. وحذرنا من الكرات الثابتة يا الغراف، هو الوسلاتي، هو حبيب الوسلاتي التونسي يسجل بعدما سجل هدف الانتصار على الشرطة، وبعدما سجل على الكهرباء يعود اليوم ويسجل هدف من الضربة الركنية بكرة باغتت مجتبى محمد والخط الدفاعي. وهدف ثاني للأنيق الآن، هدف ثاني للطلبة على نهاية الوقت الأصلي، والطلبة يتقدم بهدفين مقابل هدف ويطمح للمزيد. لكن سيف رشيد، الله، هنا الطلبة وسيف رشيد يسجل ثالث الأهداف. خطفها للكرة وراح وسجل، وفرحة طلابية تنتشر على المدرجات. الله 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 على الأنيق،
الله على سيف رشيد. شوف بالإعادة زيد إلى سايمون ماسوفا. سايمون ماسوفا عالية الكرة، تهاون من الخط الدفاعي وخروج من حارس المرمى، لكن سيف رشيد يسجل ثالث الأهداف. خلينا نشوف هل هنالك راية من هذه الزاوية صعبة، من هذه الزاوية صعبة، وبذلك سيف رشيد. الله عليك، الله عليك سيف رشيد بعدما سجل بشباك دهوك ونفط ميسان يعود ويسجل ثالث أهدافه هذا الموسم بشباك الغراف. هدف ثالث للأنيق بانتظار احتساب الهدف، بانتظار احتساب الهدف بصورة رسمية من طاقم التحكيم. ومحمد لؤي الصبحي، هذه كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، جول جول. هدف أول للقوة الجوية، هدف أول للقوة الجوية بمتابعة عصام الصبحي، يسجل أول أهداف المباراة. بالسلامة لعصام، عصام الصبحي يسجل أول أهداف اللقاء. الكرة الماضية ربما يعني تتحدث عن كرة، وبالتالي القوة الجوية، جماهير القوة الجوية. خادم رسول يلعب الكرة لبيتر، بيتر جورجيز، أول سجل. هذه الجولة أول أيام هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، فريق نادي دهوك طبعا تعادل سلبي غيم على أحداث شوط المباراة الأول، ولكن هناك ضغط وهناك أفضلية على مستوى الفرص والمحاولات، والحيازة كانت لصالح فريق نادي دهوك الذي وصل عدة مرات إلى مرمى فريق نادي الموصل ولكن لم يغير من النتيجة. وفريق نادي الموصل الذي صمد وفي دفاعات مرابطة صمدت حتى نهاية شوط المباراة الأول. يعود بنا أحمد كاظم مجددا سادة الكرام والمتابعين إلى شوط المباراة الثاني، العودة إلى شوط مثير، إلى شوط بالتأكيد سيكون به الحسم، يا اما التعادل أو هناك تغيير على مستوى النتيجة، وهناك 3 نقاط ستذهب لصالح لمن سوف يحقق الانتصار. صادق جمال نعم يشارك في هذه اللحظات، أو صديق جمال بديلا للاعب خالد كرادوغلي في أول تغيير. يجي سيد عبد الغني شهد في تشكيلة فريق نادي دهوك. محاولة تمريرة على اليسار، محاولة فريق نادي الموصل على اليسار في صراع من هناك، واستعادة من جانب اللاعب سيامند إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية من هناك أو مخالفة لصالح نادي دهوك. عودة خادم رسول، تمريرة على اليسار، تقدم إلى الأمام، محاولة الوصول، محاولة المرور، تقدم أمامية من هناك، وصلت لمصلحة نادي دهوك، كرة إلى الأمام، تمريرة في وسط الميدان لمصلحة أحمد عادل، بعد ذلك لسيامند، والتمرير انطلاقة سريعة على جهة اليمين، ولكن من هناك سيطرة في الكرة الماضية وإبعاد من جانب الألماني روبرت باور إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك مع محاولة مستمرة. سيامند يحاول مجددا، سيامند عقيد يحاول حتى لا ننقذ، وهذه المرة الاعتراض والصدام مع جوسين ميديراندا الكولومبي المدافع من هناك، الذي من هناك يقطعها ويستعيد بعد ذلك بكر عطوان، ورمية جانبية ثالثة على التوالي، ورمية جانبية لصالح نادي دهوك في هذه اللحظات. تلعب إلى الأمام، محاولة الوصول، محاولة المرور عن طريق سيامند عقيد، ولكن من هناك يتصدى جوستين ميديراندا مجددا. الاعتراض يأتي من جانب ميديراندا إلى رمية جانبية الرابعة على التوالي في أكثر من دقيقة، مع ضغط مستمر ورغبة في هذه الزاوية، في هذه المساحة لفريق نادي دهوك الذي يحاول، ومن هناك ينطلق عن طريق أبو الحلول وصاحب
الحلول التي من خلالها يصل دائما نادي الهوك إلى مرمى المنافسين. حدث عن اللاعب بيتر غورغيس، و9 أهداف سجلها في هذا الموسم. هدف اللاعب طبعا بيتر غورغيس الثنائية الأولى كانت في مرمى نوروز في الجولة الخامسة، بعدها سجل في مرمى نادي نفط ميسان في الجولة السابعة، ثنائية في مرمى القوة الجوية في الجولة التاسعة، وأيضا هدف في مرمى أمانة بغداد، وثنائية في مرمى القاسم، وهدف في المباراة الماضية في مرمى الكهرباء. لم يسجل في مباراة بيتر غورغيس يخسر بها فريق نادي دهوك. عودة إلى الأمام نادي دهوك في هذا الترتيب حاليا وبهذا التعادل 27 نقطة، 7 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم، سجل 19 هدف واستقبل 14. حين نادي الموصل في هذا الموقف الحالي 19 نقطة، 5 انتصارات، 3 تعادلات، 9 هزائم، سجل 16 واستقبل 26 منها 16 هدف في هذا الملعب. عودة للأمام، محاولة لمصلحة نادي دهوك عن طريق سيابند، ومجددا الالتحام والصدام بين سيابند وبين النادي من هناك أو بين اللاعب جوسي ميديراندا مدافع نادي الموصل. عودة من جديد، رمية جانبية، مهدي هاشم من هناك يطالب زملاء بالصمود، بينما الجماهير والألتراس نعم تطالب اللاعبين بالتسجيل والصعود. وعودة من هناك، مهدي هاشم والمتابعة لضربة الركنية الرأسية تبعد من جانب الدفاع، لا زالت قائمة حتى الآن تصل على جهة اليمين. عودة لا زالت قائمة، عرضية رأسية، ولكن الإبعاد يأتي من جانب الدفاع. عودة من جديد، عودة إلى الأمام، وصلت لمصلحة تمريرة، ولكن من الله الله الله، لا زالت ولكن علي ياسين والتسديدة خطأ من جانب علي ياسين، كاد أن يكلف نادي دهوك أول الأهداف، كاد أن يكلف صقور الجبال. هدف للموصل يشعل هذه القمة أكثر، نعم يجعلها أكثر، نعم منافسة، يجعلها أكثر حرارة، يجعلها أكثر تحدي، وبسباق كبير يواصل ويحاول من خلال الفريقين تسجيل هدف الأسبقية. ولكن حتى الآن في هذه اللحظات كرة في وسط الملعب، تمرير لمصلحة نادي دهوك، تمرير على الجهة اليسار، تقدم إلى الأمام، عودة في وسط الملعب، تقدم لكرة أمامية، تمريرة على اليسار، بيتر غورغيس يحاول ويمرر من هناك إلى الأمام باتجاه داوود. عودة للأمام، صفا هادي والتمرير والانطلاقة واليسار من جانب صديق جمال، العرضية بلمسة الأولى، يا الله، نعم نسر أوقاسيون لم يحلق في الكرة الماضية، أو قرطاج، نسر قرطاج لم يحلق في الكرة الماضية، ارتقى حاول ولكنه لم يحلق بهدف أول، لم يحلق بلمسة الأولى. أي عرضية، أي ارتقاء، مرت بسلام. يواصل الضغط، يواصل هذا نعم الزحف الكبير فريق نادي دهوك في هذه اللحظات سادتي الكرام، وفي هذه الهجمات نعم الذي يبحث ويواصل من خلالها السعي الحثيث نادي دهوك عن هدف أول. من هناك استخدام لليد، سقوط للاعب علاء الدين الدالي، صدام من هناك مع بطاقة خادم رسول يتدخل في الكرة الماضية من أمام اللاعب علاء الدين الدالي، ويوقف الدالي وانطلاقة نسر قامسيون السوري الذي يتألق. بطاقة صفراء إذن الأولى لعناصر فريق، أو ثانية لعناصر فريق نادي دهوك على البطاقة الصفراء التي تحصل عليها يوسف بن سودة.
السنغالي خادم رسول من هناك تحصل على بطاقة صفراء، إيقاف متعمد للهجمة في الكرة الماضية. خادم من نادي يوتا أراد الروماني، مثل أيضا نادي بينديك سبور، أيوب سبور، ألانيا سبور في الملاعب، أيضا أظن ديمر سبور الملاعب التركية رأسية، ولكن من هناك علي ياسين والسقوط من هناك والعرقلة في الكرة الماضية. من هناك العودة من جديد إبراهيم غازي في هذه اللحظات، من هناك القلب النابض لدفاعات نادي الموصل محمد معان، عودة من هناك تتحصل على بطاقة صفراء، كان يحاول الارتقاء رفقة المهاجمين للاقتراب إلى مرمى علي ياسين وللتغيير في النتيجة وللوصول إلى مرمى نادي دهوك. عودة من جديد في وسط الملعب، بالمناسبة الحكم أحمد كاظم أدار مباراة لكل فريق في هذا الموسم. الموصل أمام أربيل في الجولة 11، الانتصار لنادي أربيل بثنائية نظيفة، ودهوك ضد القوة الجوية في الجولة 9، والانتصار حقق فريق نادي الموصل. الله نعم، صديق جمال في الكرة الأولى كان صانعا ومحاولا ومهيئا وأيضا مساهما بعرضية للاعب يوسف بن سودة، ولكن هذه المرة هو الذي الله يا مهدي هاشم يتصدى، مهدي هاشم الله على تصدي رائع في الكرة الماضية وإنقاذ مميز نعم للقطة الماضية وإلى ضربة ركنية. نعم، مهدي هو الذي تصدى، مهدي هو الذي أجل التقدم لنادي دهوك، مهدي هو الذي حرم دهوك نعم من الهدف الأول. عودة من جديد، كرة ترسل عرضية تبعد أيضا من جانب مهدي، يخرج ويظهر وبالتوقيت المناسب. عودة من جديد، عرضية من هناك، التسديدة من جانب محمد داود، ومن هناك إلى خارج أرضية الملعب من جانب محمد داود. يحاول داود يصوب داود في الكرة الماضية. عودة من هناك، الحضور الجماهيري الكبير لأنصار ومؤازري فريق نادي دهوك. حمود مشعان، مسيرة مميزة لهذا اللاعب مع نادي الطلبة القوة الجوية، والآن مع فريق نادي دهوك. من هناك كرة الماضية والتدخل والمخالفة لصالح الحارس علي ياسين، طبعا بعد صدام مع اللاعب محمد معن. نبحر تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، انتقل الفريقين في 12 مباراة مع المباريات الملغية، طبعا لقاءين ضمن هذه اللقاءات ال 12 ألغيت في موسم 2002-2003. نعم، وكان الانتصار لصالح نادي دهوك 2-1 و4-1. لو احتسبنا نعم يكون الحاصل 12 لقاء جمع الفريقين 9 انتصارات لدهوك و3 تعادلات، ولم يحقق فريق نادي الموصل الانتصار. سجل نادي دهوك 19 هدف وسجل الموصل 5 أهداف. انتقل الفريقين طبعا قبل شهرين تقريبا وفي العام الماضي في مباراتين وديتين. المباراة الأولى في شهر سبتمبر 5 من سبتمبر وانتهت بالتعادل السلبي، وفي شهر ديسمبر مباراة طبعا قبل شهر تقريبا وانتهت لصالح فريق نادي دهوك بثنائية نظيفة على هذا الملعب. ولكن آخر مواجهتين جمعت الفريقين كانت في موسم 2010-2011. في الذهاب انتصر دهوك 2-1 في المرحلة الأولى، وفي الإياب أيضا دهوك جدد الانتصار والنتيجة 2-1. ولكن هناك مفارقة وصدفة إن آخر مباراة
جمعت الفريقين في آخر الموسم، طبعا في جمعت الفريقين ولحساب المرحلة الأولى في أول لقاء لحساب الموسم أيضا في 13 من فبراير. من هناك عرضية محاولة لا زالت قائمة، الراس من هناك يعم من دفاعات فريق نادي الموصل. نعم مشاهدينا الكرام، أيضا في المرحلة الأولى في آخر مواجهتين جمعت الفريقين في موسم 2010-2011، أيضا في المرحلة الأولى التقى الفريقين في الموسم أو في 13 من فبراير، وانتهى اللقاء بانتصار فريق نادي الهوك بثنائية مقابل هدف وحيد. عودة من جديد على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام في وسط الملعب، محاولة من جانب بيتر غورغيس، عودة من هناك في وسط الميدان، حمود مشعان إلى الأمام، تمرر في هذه اللحظات إلى الأمام، محاولة لا زالت قائمة حتى الآن ولكن تصطد من هناك من جانب الدفاع، والعودة من جديد لمصلحة عناصر فريق نادي الهوك والارتقاء، والعودة من هناك والإنقاذ من جانب الدفاع، إنقاذ من جانب أيضا الحارس مهدي هاشم الذي يتألق. أول لقاء جمع الفريقين في موسم 99-2000 وحقق الانتصار نادي الهوك 1-0. وفي الإياب أيضا نادي الهوك جدد الانتصار ولكن بثلاثية نظيفة. عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، وصلت لنادي الهوك عن طريق بيتر غورغيس، تعثر وواصل ومرر، عودة لا زالت حتى الآن لمصلحة عناصر فريق نادي الهوك، وعن طريق أندري ألان، وعلى اليسار طالت على صديق جمال وإلى خارج أرضية الملعب. مباراة الهوك القادمة ينزل ضيفا على نادي الغراف في افتتاح الجولة 19 في تمام الساعة 9 يوم الجمعة القادم في سهرة رمضانية. وأيضا نادي الموصل مباراة القادمة سيستضيف نادي الميناء هنا يوم السبت القادم أو بعد القادم في ثالث أيام رمضان. نعم، حساب الجولة 19 في تمام الساعة 9 في ثاني أيام الجولة 19 من بطولة الدوري. كرة في وسط الملعب إلى الأمام، عادت من جديد بمخالفة على اليسار، عودة للأمام، انطلاقة سريعة، محاولة لمصلحة عناصر فريق نادي الموصل أو نادي هوك، ولكن راية الحكم المساعد. نعم، من هناك تقتنص يوسف بن سودة الذي يسقط في مصيدة التسلل. مثل من قبل قادسية الكويتي، الشباب الكويتي، الفحيحيل الكويتي أيضا في الملاعب الكويتية أبرز فترات قضاها هناك اللاعب يوسف بن سودة. وفي تونس مع الصفاقسي، مع نادي برجيش، مع نادي الجرجيسي، الترجي الجرجيسي، مع أيضا نادي سكك الحديد الصفاقسي. انطلق نعم من هناك من تونس الخضراء. كرة في وسط الملعب من هناك لصالح فريق نادي الموصل. من هناك الجماهير التي تؤازر وتستمر في هذه المرحلة. نعم مشاهدينا الكرام، على هذا الملعب نادي الهوك في هذا الموسم 8 مباريات خاضها، 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، سجل 6 واستقبل 4. حين نادي الموصل على هذا الملعب 8 مباريات أيضا حقق الانتصار مرة واحدة فقط، وتعادل مرة، و6 هزائم، سجل 5 واستقبل طبعا 16 هدف فقط على هذا الملعب.
على هذا الملعب فقط. سيابند عقيد يبعد الكرة، عودة من جانبية اللاعب روبرت باور رمية جانبية. روبرت من هناك يبحث ويفتش ويطالب زملائه بالتواجد من هناك والتمركز في مكان السليم. عودة من هناك إبراهيم غازي أيضا هناك، ولكن علي ياسين بالتوقيت المناسب. عودة للأمام ومرتدة الكرة، عودة أمامية، ولكن واضح الكرة في اللقطة الماضية في موقف التسلل، ولكن محمد داود من هناك يحاول ومهدي هاشم بكل ذكاء، ولكن هل مرت رمية جانبية لمن الرمية الجانبية؟ الغريب ان جميع التعادلات الثلاث التي طبعا تعادل بها الفريقين كانت بالتعادل السلبي في موسم 2009-2010 وفي موسم 2006-2007 مرتين لحساب المجموعة الشمالية. نعم التعادل كان سائدا في المواجهتين. كرة على اليمين، محاولة من جانب يوسف بن سودة، عودة واستعادة من هناك والتمرير عن طريق اللاعب جيستون ميديراندا إلى الأمام، وصلت وعادت عن طريق بيتر جورجيس. بيتر يحاول، بيتر إلى الأمام، بيتر من هناك، بيتر يواصل، بيتر يمرر، بيتر لسيابند عقيد، عرضية من هناك من جانب الدفاع، عودة وبمقصية إبعاد من جانب دفاعات الموصل. عودة إلى الأمام من جانب أندري آلان على اليسار من جانب الصديق جمال الذي ودخلت معه الخطورة أكثر وأكثر. هذا هو الله، مجددا مهدي يتصدى ويظهر بالتوقيت المناسب، أيضا يتألق، عودة للأمام، تمريرة على اليسار بعيدة جدا على رامي وإلى رمية جانبية لمصلحة فريق دهوك. هذا هو مهدي حتى الآن، هذا هو المميز، هذا هو الذي حتى الآن يتألق ويشعل المباراة نعم بأداء بريقا لامعا يتألق من خلاله، وهو السبب نعم بإبقاء النتيجة على حالها. عودة على اليمين، حاولوا تمرير، سلام، نقلة إلى الأمام، ولكن متابعة من جانب الدفاع، وعودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، المحاولة والتحضير، ولكنها طالت، تأخرت، لا زالت، وعادت بعرضية بمتابعة من جانب علي لطيف ودفاعات الموصل الصامدة حتى الآن. والعودة في وسط الملعب، استعادة لدهوك، تمرير من هناك في وسط الميدان، مررت الكرة على الجهة اليمنى، نقلة إلى الأمام، محاولة الوصول والمرور في وسط الملعب، عادت في وسط الميدان، نقلت، عودة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية من جديد، حمود مشعان، سيابند عقيد، هناك سقوط للاعب جوستن ميديراندا في هذه اللحظات. سقوط لجوستن، قدم أداء مميز حتى الآن، أيضا ساهم بإنقاذ على المستوى الدفاعي اللاعب القادم من نادي ديبورتيفو بيريرا الكولومبي. في أول محطة احترافية لهذا اللاعب تاريخيا في تاريخ، نعم قضاء طبعا مسيرة في الملاعب، في ملاعب بلده في كولومبيا، في بوكا كالي، في كينيديو، في جودي كروز، في أيضا نادي ديبورتيفو بيريرا، حتى انتقل إلى بلاد الرافدين. ومن الموصل الحدباء كانت الانطلاقة، ومن هناك جماهير الموصل على الرغم من القلة العددية للجماهير، لأن هناك تأثير بالتأكيد على حضور هذه نعم الجماهير، هناك تأثير على أداء الفريق الذي حتى الآن هو صامد، ترسل إلى الأمام، محاولة بالراس، التحضير، ولكن الدفاع لا زالت قائمة حتى الآن، والإبعاد، وفي وسط الميدان وصلت، عادت عن طريق اندري آلان، عن طريق أحمد عادل، تمرير على الجهة اليمنى، سيابند عقيد في وسط الملعب، عادت عن طريق حمود مشعان، والتمرير
تمريرة الان اندري على الجهة اليمين لسياب عقيد يحاول، ومن هناك عند حارس المرمى يؤمنها اللاعب محمد معن رفقة جوستن ميديراندا، وعلى مرتين دفاعات نعم دفاعات فريق نادي الموصل تؤمن الكرة الماضية. مهدي هاشم، مهدي إلى الأمام يرسلها في أقصى اليمين، محاولة من جانب علاء الدين الدالي، علاء الدين وإلى الأمام، علاء يحاول، علاء يحافظ، علاء يمرر، علاء والخطير الخطير الخطير لا زالت قائمة حتى الآن رامي الوسماني والتمرير والمحاولة، ولكن يفتقدها الله الله على كرة لا زالت قائمة عن طريق معين أحمد الذي شارك نعم حديثا في المباراة. عودة من جديد في وسط الميدان جوستن ميديراندا، عودة من جانب معين جوستن ميديراندا، وايضا اكرم رحيم يحاول، طالت عادت في وسط الميدان، انتقلت ووصلت، ومحاوله من جانب اللاعب صفا هادي، صفا يسقط وقطع للكره الماضيه، واستعاده من جانب ايضا الهجوم لفريق نادي الموصل. تمريره على اليمين لا زالت خطيره، رامي الوسماني، علاء الدين الدالي، باقر تسديد، ولكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. سيمون أمين أيضا يشارك اللاعب السوري في تغييرات يجريها المدرب هيثم شبوب، الرجل الذي درب في الملاعب العراقية من قبل كما ذكرنا، في نادي الشرطة، في نادي نفط ميسان، في نادي الديوانية، أيضا في الملاعب الأردنية، نادي الفيصلي، الجزيرة، ذات راس، وسما السرحان، أيضا نادي السلط. عودة من جديد، تقدم إلى الأمام على اليسار، محاولة ولكن وصلت عند حارس المرمى، يتألم محمد داود، يسقط في منطقة الجزاء نعم لفريق نادي الموصل. رامي الوسماني، رامي من هناك أداء جيد حتى الآن للوسماني القادم من الأهلي البحرين، مثل أيضا من قبل الأندية العراقية، نفط البصرة، نفط ميسان. كرة عند حارس المرمى علي ياسين في كرة ارتدادية، عودة من جديد، تمرير رامي الوسماني أيضا الذي اكتسب خبرة في الملاعب التشيكية مع نادي سيلون تابور إيسكو، وأيضا نادي السازد. عودة للأمام في وسط الميدان، تقدم في وسط الملعب لمصلحة نادي دهوك، لدهوك وصلت وعادت، صفا هادي، صفا على اليسار، صفا وصلها لصديق جمال، صديق جمال من جديد لصفا، وانتهي الان او احمد عادل، احمد عادل والتمرير والاستعاده من جانب اللاعب سيمون امين، وعوده للاعب محمد معا الى الامام لعلاء الدين الدالي، علاء الله على الكوبري والمرور من امام صفاء، من هناك في صدام الخبره بين اللاعب صفاء وعلاء، وعوده في وسط الميدان هنا لمصلحه دهوك في وسط الملعب، عادت عن طريق احمد عادل، احمد عادل الى الامام، احمد الى الامام، يتقدم ويبحث ويفتش، يمرر لصفاء، صفاء يحاول، صفاء يمرر لمصلحة صديق جمال، صديق جمال من جديد والتمرير، ولم تصل الكرة الماضية عن طريق لاعب رامي الوسماني. الوسماني قطعها والى رمية جانبية نقلها، والى رمية جانبية ابعدها. نادي الموصل توج بطلا لدوري الدرجة الأولى في موسم 2023-24 على حساب الكاظمية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في ملعب التاجي، يتأهل إلى الدوري الممتاز، يصنع الإنجاز التاريخي رفقة الغراف، وتوج بطلا للدوري الممتاز بعد صدارة الدوري ب70 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف نادي الغراف، وتمكن من تحقيق 20 انتصار، 10 تعادلات و8 هزائم، سجل 42 واستقبل 24. اقوى خط دفاع رفقة امانة بغداد، نعم حصد في الموسم الماضي في دوري الكرة الممتاز نادي الموصل الذي يعود
إلى الدوري بعد غياب 14 موسم. علاء عباس ويوسف الإمام ثنائي يدخل في هذه اللحظات، ويغادر لاعب اندري آلان وأيضا خادم رسول. تغيير على مستوى خط الدفاع، تغيير على مستوى خط الدفاع، وأيضا الزجبي على عباس كمهاجم في هذه اللحظات. عودة للأمام، تبعد من جانب الدفاع، نقلة من جديد في وسط الميدان، نقلة لمصلحة دهوك. على اليمين وصلت، على اليمين نقلت، على اليمين عادت، انتقلت ووصلت لمصلحة نادي دهوك. دهوك والتمرير من جانب أحمد عادل. أحمد على اليسار يتقدم، عرضية ولكنها طالت وابتعدت ومرت من هناك وغادرت إلى رمية أو ضربة مرمى لصالح فريق نادي الموصل. عبد الغني شاد يتابع يعاين نادي الموصل والعودة بعد 14 سنة. النادي الذي تأسس في عام 1947 ضمن أعرق الأندية التي أسست في بلاد الرافدين، عن أسس باسم نادي الأهلي. وعام 57 تحول إلى نادي الموصل. الظهور الأول كان موسم طبعا 83 ثم هبط سنة 88. أبرز من مثل النادي محمد فتحي فعل بالكرة الموصلية، عائد أسو، هوار ملا محمد، حارس محمد، الراحل علي أسامة، طارق الحجية، منهل مشعل، أحمد خلف، فواز حمودات، صهيب شاكر وصفوان عبد الغني. أبرز الأسماء التي مثلت الموصل تاريخيا. نادي الموصل الذي أرفد المنتخب الوطني والأندية الجماهيرية بالأسماء الكبيرة والخالدة. عودة للأمام، انطلاقة على اليسار، محاولة محمد داوود، داوود يدخل، داوود يحاول، داوود يتأخر، داوود يعود، داوود من جديد يبحث ويفتش عن المساندة. من هناك عودة من جانب صديق جمال، صديق جمال يبحث، صديق يغير بالمسار على الجهة اليمنى ناحية بيتر وسيابان. بيتر إلى الأمام، جورجيس يمرر، جورجيس وصلها عن طريق أحمد عادل، عاد بها لصديق بالكونترول. صديق على اليسار بضغط مستمر بآخر ربع ساعة من جانب نادي دهوك. إلى الأمام حاول، مرر صفاء والاستلام، عودة من جانب صديق وإلى الأمام أو للاعب اندري آلان. عودة أحمد عادل، مررها أحمد عادل، اندري غادر، عودة من جديد في وسط الملعب، كرة بالراس، صراع الضربات الراسية بين دافعا للخطر وبين من يحاول زيادة الخطر والوصول. كرة في وسط الميدان عادت عن طريق اللاعب معين أحمد، ولكن افتقدها وعادت لعلي ياسين. علي ياسين لدفاعات دهوك في وسط الملعب، تصل إلى الأمام لنادي دهوك من جديد، عودة من جديد، تقدم إلى الأمام. نادي دهوك من هناك يحاولون يتقدمون. 23 موسم لنادي دهوك في دوري النجوم، عودة للأمام، تقدم. هو أول كان 99، ولكن في فترة رائعة مميزة قضاها هذا الفريق، منها التتويج ببطولة الدوري موسم 2009-2010. كرة للأمام ترسل أمامية بالراس، روبرت إضافة قوية جدا، وبظهوره الأول أثبت بالتأكيد الإبداع هذا اللاعب روبرت باور في خط الدفاع. تمرير على اليسار، تقدم لكرة أمامية، لمحاولة أمامية في وسط الميدان، عادت في وسط الميدان، وصلت، عادت إلى الأمام، عادت وانتقلت إلى الأمام لدفاعات نادي دهوك. عودة من جديد، تقدم، انطلاقة إلى الأمام، مراوغة والسقوط من هناك من جانب اللاعب سيمون أمين. سيمون يسقط في صدام مع اللاعب
صديق جمال، خطورة أضافها هذا اللاعب فور نزول. اللاعب الذي مثل نادي ديالى من قبل، من هناك والسقوط لسيمون عادل. سيمون أمين اللاعب السوري يتابع من جديد، عودة تمريرة على اليمين، محاولة خطيرة وإلى الخارج مرت تحولت إلى ضربة مرمى خطيرة كانت من جانب رامي، خطيرة كانت من اليماني الذي حاول على جهة اليمين، وفي كرة خطيرة في لحظات تندر بها الهجمات، نعم، وتكاد تنعدم من فريق نادي الموصل الذي يحاول، نعم، رامي وبهكذا طريقة يهدر الفرصة في الكرة الماضية. عودة للأمام بالراس، وصلت في وسط الميدان، انتقلت عن طريق صديق للأمام، صديق ينطلق، يصل ويتأخر ويقف ويتريث لصفاء وأحمد عادل، صفاء وأحمد والتمرير، ولكن دفاعات الموصل حتى الآن صامدة، حتى الآن صفاء من جديد أو علاء الدين، وعودة على جهة اليمنى عن طريق سيابند عقيد، سيابند يحاول، سيابند القائد يفتش، ومن هناك إلى الخارج. هذا هو اللاعب سيمون أمين قادم من نادي أوربرو السويدي، مثل أيضا نادي رادني تيشكي نيتش في صربيا، وأيضا نادي ساند إيفيورد في النرويج. كرة على اليسار، انتقلت، محاولة عرضية ولكنها مرت بشكل خطير ولا الخارج لم يلحق ولم يتمكن منها رامي الوصماني الكرة الماضية، وإلى الخارج تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. هذه الكرة الماضية تأخر وتعثر، السلامة للاعب الرامي، ولكن ينهض ويعود من جديد. تعرض لإصابة قوية ربما، كرة إلى الأمام على اليسار، محاولة الوصول، محاولة العبور، بيتار، تمرير خطير، المحاولة العرضية، ولكن سقوط في وقت غير مناسب من جانب اللاعب يوسف بن سودة. تمريرة على اليسار، تقدم إلى الأمام، محاولة من جانب علاء الدين، وإلى الخارج تحولت إلى رمية جانبية. تحولت في هذه اللحظات الكرة الماضية إلى رمية جانبية بضغط ومحاولة وخطورة يواصل من خلال، نعم، اللبناني سيشارك من هناك كريم درويش يقوم بالزج بعناصر هجومية المدرب عبد الغني شهد، ضمن دفاعيا الأمور، ولكن الآن يفتش عن من يسجل الأهداف. هم يصلون إلى المرمى ولكن بدون أهداف. غادر محمد داوود الذي يلعب مباراة الأولى، وكريم درويش يشارك المهاجم اللبناني في هذه اللحظات. حديث بينما يدور في هذه اللحظات بين المدرب هيثم شبول واللاعبين، وايضا عبد الغني شهد، من كان نجما لنادي الفيصلي كلاعب في 16 موسم في مسيرة، نعم، لهذا المدرب كلاعب 16 موسم مع نادي الفيصلي الكبير الكرة الأردنية، وأيضا مثل المنتخب الأردني في 7 سنوات كان لاعبا خط الوسط. عودة من جديد أيضا المدرب عبد الغني شهد كلاعب سابق مثل نادي النجف في 12 موسم، نعم، أيضا وكان مدافعا، كان لاعب بمركز الدفاع أيضا، وحصد كلاعب بطولة، نعم،
بطولة بغداد مع النجف موسم 97 98، وصيف بطولة الدوري مع النجف موسم 95 96. عودة من جديد صدام، هذا هو صفا هادي يريد التتويج، نعم، وأيضا الوصول للأمجاد وتحقيق الأمجاد مع فريق نادي هوك، وهذا ما يفتش عنه جمهور نادي هوك. هكذا إضافات يريدون حصد الألقاب من خلالها، من خلال تواجدها، من خلال انضمامها. صفا هادي الذي توج بلقب الدوري مع الزوراء موسم 2017 2018، مثل النجف والقوة الجوية وأمانة بغداد والشرطة، وعلى مستوى الاحتراف مع نادي كيرليا سوفيتوف الروسي. عودة من جديد توج معهم، نعم، بلقب الدوري موسم 2021، وايضا مثل نادي تراكتور راسازي الايراني. عوده للامام، استعاده من جانب الدفاع، عوده محاوله لا زالت قائمه، ولكن ممتاز اللاعب احمد عادل يتخلص. لاعب طبعا من اللاعبين الذين يعرفون كيفيه التخلص من الضغط، لاعب يعرف كيف يتصرف، لاعب يعرف كيف يفر بالكره، يمر ويتخلص بالكره وينجو بالكره. عودة في وسط الملعب، كرة إلى الأمام، عادت على اليسار، وصلت لدهوك، تمريرة ولكن تقطع، لا زالت قائمة حتى الآن تمريرة على الجهة اليمنى بيتر كوركيس، العرضية ولكن تبعد من جانب الدفاع. عودة لنادي الموصل، تمرير إلى الأمام، تصل في وسط الميدان عن طريق علاء الدين الدالي. علاء يحاول ولكن يفتقدها بخطأ. سيامند عقيد، سيامند يحاول، سيامند والتمرير عن طريق اللاعب صفا هادي، صفا والتمرير. عودة أحمد عادل، أحمد والتمريرة، أحمد عادل ولكن لم تصل الكرة وتقطع وتعود من جديد. عودة للأمام، عودة من جديد في وسط الميدان عن طريق صفا هادي، صفا والنقل على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام، محاولة لا زالت قائمة حاضرة. صفا هادي يمرر، صفا على اليسار، صفا هادي حتى الآن، صفا من جديد، تمريرة في وسط الملعب نقلت على الجهة اليسار، محاولة لا زالت قائمة، عرضية خطيرة لا زالت وإلى الخارج، تحولت إلى ضربة ركنية. طبعا أكبر النتائج التي حققها نادي دهوك في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في موسم 2002-2003 الملغي. وفي مرحلة الإياب تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الانتصار ب4 أهداف مقابل هدف واحد. أيضا حقق الانتصار في ثاني لقاء جمع الفريقين 3-0، ضربة ركنية وبالراس تحولت إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب يوسف بن سودا. يوسف بن سودا سجل في مرمى أربيل في آخر خسارة تعرض لها الفريق في ملعب فرنسا وحريري في الجولة 12، والخسارة 2-1. يوسف كان قد بصم على هدف سجل. ومن هناك الوافد الجديد ياسين بن مهني، اللاعب الإنجليزي من أصول مغربية، يشارك في هذه اللحظات، القادم من أتلتيكو سبتا الإسباني، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في دوري الدرجة الثانية، نعم، الإسباني. ينافس أيضا اللاعب الذي كانت له تجارب في الملاعب الإنجليزية مع ريدينغ، مع هارد بورو، مع نادي تشيشام، مع نادي سكونثروب يونايتد، مع نادي نيوكاسل، وأيضا مع فريق نادي أربروت الاسكتلندي. عودة على اليمين، محاولة لا زالت قائمة خطيرة، عرض، الله الله الله، النيران الصديقة كادت أن تفعل ما عجز عنه لاعب فريق نادي دهوك. نعم، على عباس أو سيابند
هو الذي صوبها، وهي نعم بدفاعات كانت صامدة مرابطة، كادت أن تسجل، كادت أن تدمر كل ما بنت، نعم ما تمكنت من بنيانه، كل ما تمكنت نعم من تقديمه، وكل ما تمكنت من صناعته في هذه المباراة. ومن هناك نعم كاد أن يسجل روبرت باور الوافد الجديد الذي قدم عطاء وأداء رائعا في هذه المباراة، كاد أن يقدم وكاد أن يفشل نعم بكل ما قدم بنيران صديقة. يغادر اللاعب محمد معا في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، الصفاء هذه والتحدث لحكم المباراة، بينما جماهير دهوك الغاضبة غير راضي بالتأكيد على هذا الأداء، تنتظر وتتابع، تنتظر وتعاين ما يمر به الفريق، وبتعثر آخر يتعثر من خلال فريق نادي دهوك. عودة في وسط الملعب، وبمبدأ الروح الرياضية إعادة الكرة للمنافس، عودة من جديد، تمريرة في وسط الملعب، عودة إلى الأمام لفريق نادي دهوك في وسط الميدان، عادت وصلت نقلت من هناك لفائدة دهوك، يحاولون يواصلون يمررون على جهتها اليمنى، سيابند عقيد لبيتر غورغيس، بيتر والعرضية، بيتر من هنا، والارتقاء من مهدي من جديد، مهدي تسديد، الله الله الله، ولكن كريم درويش بتصويبة ضلت الطريق، بتصويبة حاول من خلالها، حاول بتصويبها، حاول بتسديدها من هناك، وصلت ولكن بمحاذاة القائم الأيسر تحولت إلى خارج أرضية الملعب. أي تصدي على مرتين كريم درويش والحارس مهدي هاشم، ولكن كاد هذا الخروج أن يكلف نادي الموصل أول الأهداف، ولكن كان خروجا مثاليا نعم، ويقطف ثماره بعد الفرصة الأخيرة التي تمر إلى خارج أرضية الملعب، نعم دخلنا في الدقيقة 90 مشاهدينا الكرام، وفي هذه الدقيقة نعم رامي الوسماني يغادر ويشارك اللاعب غيث. إذن غيث يشارك في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام والمتابعين. عودة من جديد، عودة للأمام، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، في هذه اللحظات. هو جوسن ميديراندا، 7 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. غيث أحمد يشارك في تغيير يدفع به المدرب في هذه اللحظات. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى الرمية جانبية. سيابند عقيد، هذا هو غيث أحمد، وبأول لمساته. عودة لدفاعات نادي الموصل. بالمناسبة نادي دهوك يعتبر من أكثر الأندية التي سجلت في الوقت الإضافي، نعم سجل 3 أهداف، يتساوى مع أندية سجلت 3 أهداف في الوقت الإضافي، بينما نادي الموصل سجل هدف واحد في الوقت الإضافي فقط. عودة على اليسار، محاولة تحضير، كرة بالراس تبعد، سجل آخر الأهداف طبعا في مرمى ديالا أيضا في الوقت القاتل. عودة على اليسار لمصلحة دهوك مع رغبة مستمرة بعرضية، محاولة راسية تبعد من جانب الدفاع. الله على كرة وصمود وصرامة دفاعية حتى الآن من دفاعات نادي الموصل. عودة إلى الأمام، مخالفة للموصل. أحمد كاظم يقول مخالفة للموصل في هذه اللحظات، والدفاعات تطالب تعترض في هذه اللحظات، غير راضي على هذا القرار، غير راضي على هذه المخالفة. في النهاية اللاعب
عمر عبد الرحمن يتحصل على هذا الخطأ. عمر عبد الرحمن يتحصل على هذا الخطأ ابن نادي الموصل بعاشر مشاركة يلعبها، نعم يشارك من خلالها. كرة للأمام مجددا، عودة على اليسار، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي الموصل. الموصل يهاجم، غيث أحمد يتركها من هناك لجوستن ميديراندا. جوستن ميديراندا في هذه اللحظات في 3 دقائق مرت من الوقت الإضافي، في 3 دقائق انقضت من الوقت الإضافي في هذه اللحظات. تلعب كرة إلى الأمام، عودة من جديد، طالت الكرة تحولت وإلى رمية أو إلى ضربة الركنية. محمود مشعان يتدخل ويبعد الكرة المافية إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. الموصل يحاول، هوك ضيع كثيرا، وإذا ضيعت فعليك أن تقبل، وربما هذه القاعدة ستطبق، ستحدث كل شيء جائز في كرة القدم. نعم، والسيناريوهات المجنونة لها تاريخ في الحدوث، لها تاريخ نعم في الصناعة، في صناعة الأمجاد والبطولات. ترسل عالية، محاولة بالراس من جانب الدفاع، تحولت إلى ضربة ركنية ثانية على التوالي للموصل، ولكن من الجهة الأخرى، من الجهة المقابلة. من هناك أيضا المدرب هيثم شبور يطالب اللاعبين بالصمود، وهو تعادل بطعم الانتصار. أن تكون أمام هكذا جمهور، أمام هكذا فريق نعم أيضا مدجج بالنجوم ولاعبي الخبرة. اشتباك لفظي بين اللاعبين في هذه اللحظات الصعبة على الفريقين. ترسل عالية، محاولة بالراس، تبعد على من جانب سيامن. لا زالت أحمد يسدد، غيث أحمد يسدد، يحاول عودة من جديد إلى الأمام. وصلت، مررت، تصطد بالدفاعات، عودة من جديد لصالح نادي الموصل من معين، وإلى الأمام ترسل وتلعب على اليسار وتلعب من جانب الدفاع. عودة من جديد، صراع لا زال حاضرا، صراع لا زال متواجدا. عودة من جديد بخطأ يتحصل عليه فريق نادي الهوك. خطأ لنادي الهوك، خطأ في هذه اللحظات، خطأ في مباراة صعبة كانت على الفريقين، ولكن حتى الآن لحظات وتنطلق ساطرة النهاية، لحظات وتنتهي هذه المباراة. الطلبة يحقق الانتصار على الكرخ وتنتهي المباراة بثنائية نظيفة. محاولة على اليسار، بيتر كوركيز، تسديدة، يا الله يا الله. لا زال مهدي هو من يتألق ويحمل الموصل على قفازاته. لا زال مهدي هو المساهم بهذه النتيجة، بهذا التعادل الذي حتى الآن لا زال سائدا، لا زال طبعا متسيدا لهذا الموقف. لا زال حتى الآن نعم مشاهدينا الكرام متسيدا لهذه المباراة، لهذه النتيجة، لعرضية، لرأسية، لكرة مرت من هناك من أمام على عباس. عودة من جانب سيامن، عرضية ولا خارج أرضية الملعب في دقيقة أخيرة وفي لحظات أخيرة وفي لحظات مثيرة. مشاهدينا الكرام والمتابعين، التعادل السلبي يغيم على أحداث هذه المواجهة. آخر تعادل سلبي للموصل وهو الوحيد الذي حدث كان أمام نادي الطلبة في الجولة الثامنة، بينما آخر تعادل لنادي الهوك كان في الجولة 15 قبل جولتين، وكان أمام نادي الزوراء على هذا الملعب. كان تعادل سلبي أمام نادي النفط في الجولة السادسة. تعادلين سلبيين لفريق نادي الهوك في هذا الموسم. عودة للأمام في وسط الملعب،
عودة من هناك مشاهدينا الكرام والمتابعين. صافرة الدكتور أحمد كاظم تعلن عن نهاية الوقت الأصلي ونهاية هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، بين دهوك صاحب الملعب والموصل الضيف. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.